انا لو عندك دلوقتي شويه ملوخيه فايضين، يعني مثلا انت جبتي ملوخيه وخرطتيها واتبقى عندك شويه، او بمعنى صح انت عايزه تفرزي، تمام. انا جايبه دلوقتي طريقه حلوه قوي للتفريز، هتنفعك حلوه قوي، اللي تقعد معاكي بجد، بتقعد معاكي بالسنين، ما بيحصلهاش حاجه، بتفضل خضر زي ما هي، تمام. هنجيب طبق فاضي زي ما انتم شايفين اهو، وهجيب الايه الملوخيه بتاعتنا. هجيب بس معلقه ثانيه واحده اهو، بصوا هجيب بقى كميه الملوخيه اهي. انا بصراحه كنت جايبه كميه عملت منها لاكله النهارده وبقى شويه، فلا انا عايزه بقى ايه احطها في الفريزر اي وقت تبقى سهله عندي اطلعها واعملها على طول. هتعملي ايه؟ هتحطيها كده في كيس وتحطيها بس كده؟ لا، انا هقول لك حاجه حلوه قوي، دي بقى سر من اسرار المصانع اللي هي بقى مصانع اللي هي مثلا زي بسمه، زي في انواع كتير، يعني انا بقى اكتر نوع بحبه لما بجيب الملوخيه من السوبر ماركت بجيبها بسمه. بس بصراحه انا بطلت اجيب من ساعه ما عرفت الطريقه دي. الطريقه دي هتعجبك قوي. يلا بينا. بصي انا عامله شوربه، عندي شوربه سخنتها وكل حاجه، سبتها كده تدفى شويه وايه، وهحط منها يعني ايه حاجه بسيطه بسيطه قوي اهو. بصي كده انا حطيت كبشه وايه، هقلبها حلو قوي كده اهو. انا مش عايزه اعملها ايه كتير، انا بس مجرد ان انا احط عليها كبشه ملوخيه. انا عامله طرق كتير قوي للملوخيه، لطريقه الملوخيه. انا عايزه اقول لك ان انا فرزت الملوخيه زي ما هي ورق زي ما هي، وعملتها بطريقه حلوه قوي على الصفحه وعلى القناه تشوفيها. هنا بصي الكميه دي كده هحط كده شويه كمان. انت ما بتحطيش كتير، انت مش تعمليها ملوخيه دلوقتي، احنا بس هنفرزها، مجرد ان احنا هنفرزها هنفككها من بعض بمعنى اصح، تمام. دي بقى الطريقه دي بتخليها خضره زي ما هي اهي، زي بصي زي بالظبط زي ما هتجيبيها من الفريز زي ما هتجيبيها من السوبر ماركت. هقلبها تقليبه حلوه كده وهجيلك. بصوا يا بنات بقت بالشكل ده اهو. انا بس مجرد ان انا حط لها ايه، حطيت لها تقريبا كبشه وربع، ما كترتش. هي بصي لسه تقيله زي ما هي اهي، يعني قطع بمعنى اصح، حتت كده. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الكيس بتاعك زي ما انت شايفه اهو، وهتنزليها فيها بصي زي ما انت بتجيبيها بالظبط. بصي عامله ازاي سميكه وزي ما احنا بنجيبها بالظبط. هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. انا حطيت كده الكيس بس عشان اعرف انزلها اهو يا بنات. شوفي بقى كده ايه، هنعملها زي ما انت بتجيبيها من ايه، من المحلات بالظبط اهي. بتفرغي بقى اي هوا اهو، بتفرغي اي هوا فيها، تاكدي بالظبط ان هي ايه ما فيهاش اي هوا. انا بحاول افرغ اي هوا فيها، وبعملها بسمك معين زي اللي احنا بنجيبها بالظبط من ايه، من المحلات اهي بالشكل ده. بصي هتحطيها بقى في صينيه وتحطيها ايه تتجمد، وبعد كده تحطيها في كيس كمان عشان تبقي متاكده ان هي مش ايه مش هيحصل لها حاجه. انا هحطها كده على الصينيه اهو، على الصينيه كده، وتقومي ايه حطها كده تتفرز كده تنشف كده وتبقى حلوه، وبعد كده تطلعيها بقى في اي وقت اهي. بصي بقت زي بالظبط الايه المجمده اللي احنا بنجيبها، صح ولا يا بنات؟ اهي خضر وجميل ده كمان والله. هي كده مظلومه اهي، هي بقى اول ما تنزليها في الشوربه هتبقى جميله قوي، اكنك لسه جايباها بالظبط من الايه من السوبر ماركت. بالف هنا وشفا، وجربيها وهتدعي لي ان شاء الله. اهم حاجه ان الشوربه ما تبقاش سخنه قوي يا بنات، عشان طبعا ايه يا دوبك مفيش، يا دوبك انا سخنتها الشوربه وسبتها تبقى براحتها، وبعد كده ايه حطيت زي ما انت شايفه كده اهي. والله الكيس زي اكن احنا هنجيبه ايه من بره. انا كنت جايبه تقريبا ب5 جنيه ملوخيه، طبخت النهارده وبقى شويه دول وهعملهم المره الجايه زي الفل. بالف هنا وشفا. كيس الملوخيه دلوقتي تلاقيه بالشيء الفلاني. مع السلامه.